قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قرتلمش أن بلاده ترحب بخطة وقف القتال في سوريا، لكنها ليست متفائلة بأن تتمخض المحادثات بشأن الانتقال السياسي عن نتيجة إيجابية. وفي سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو روسيا وإيران والنظام السوري بعدم الالتزام حيال التوصيات التي خرجت بها محادثات السلام حول وقف العنف في سوريا. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه توجد خيارات بديلة قيد الدراسة إذا لم يصمد الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن حول وقف إطلاق النار في سوريا، والذي سيبدأ اعتبارا من بداية الأسبوع القادم. واعتبر أن الحرب لا يمكن أن تنتهي ما دام الأسد في السلطة، ويذكر أن النظام قد وافق على خطة الأعمال القتالية مع استمرار محاربة تنظيمي الدولة الإسلامية والنصرة، ومتوعدا بالرد على أي خرق. ومن جانبها رهنت المعارضة السورية التزامها بتطبيق الهدنة بتحقيق التعهدات الدولية ووقف القصف لمواقع الفصائل المعارضة ورفع الحصار عن مناطقها. جدد الجيش التركي قصفه لقرى مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا بالمدفعية الثقيلة والدبابات. وبالتزامن مع القصف التركي، قامت جبهة النصرة وأحرار الشام بقصف القرى التابعة لمدينة عفرين، ونجم القصف عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. قال القنصل السعودي عبد المنعم عبد الرحمن صالح أن بلاده لن تتخلى عن إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال، وجاء ذلك خلال افتتاح القنصلية السعودية في عاصمة كردستان العراق أربيل، وبحضور محافظ مدينة أربيل نوزاد هادي. جاء ذلك بعد اجتماع القنصل مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني وحكومته نيشيرفان البرزاني. اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام السوري في حي القابون بالعاصمة السورية دمشق، وقد رافقت الاشتباكات قصف من قبل قوات النظام بقذائف الدبابات والهاون على الأبنية السكنية.